بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، حياكم الله. أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. من منا لا يعرف جزر المالديف، إحدى أجمل الوجهات السياحية في العالم؟ ومن منا لا يرغب في الاستمتاع بطبيعتها الأخاذة ورمالها البيضاء ومياهها الكريستالية وسمائها الصافية وجزرها المرجانية؟ الأكيد الكثير منا يرغب في ذلك. دولة المالديف دولة أرخبيلية موجودة في أقصى جنوب شرق آسيا في المحيط الهندي. ومعنى الأرخبيل مجموعة من الجزر المتقاربة والمتجاورة. فاليابان على سبيل المثال دولة أرخبيلية لأنها مشكلة من مجموعة جزر، ودولة المالديف هي كذلك دولة مشكلة تقريبا من 1000 جزيرة ويزيد. يبلغ التعداد السكاني لدولة المالديف حوالي نصف مليون، وعاصمتها الإدارية ماليه. وسبب حديثي في هذا الفيديو عن المالديف هو أن كثيرا من الناس لا يعلمون أن دولة المالديف دولة إسلامية، وأن مواطنيها يدينون بدين الإسلام. والأكثر من الكثير لا يعلمون أن من نشر الإسلام في هذه الربوع السحيقة رجل مغربي أمازيغي يدعى أبا البركات يوسف. فإليكم القصة. في منتصف القرن السادس الهجري حط سائح مغربي رحاله في إحدى جزر المالديف، ونزل عند امرأة عجوز. وفي يوم من الأيام دخل عليها فوجدها تبكي مع عائلتها كأنهم في مأتم، فاستفسرها عن شأنهم، فقالت له: لقد وقعت علي القرعة الشهرية، ويجب أن أقدم بنتي الوحيدة قربانا للعفريت لكي يقتلها. استغرب أبو البركات: من هو هذا العفريت؟ ومن أين أتتكم هذه العقائد؟ فقالت له العجوز: يأتي كل شهر إلى القرية عفريت من جهة البحر، فيقدم له أهل القرية بنتا بكرا قربانا له لكي يقتلها ويسلموا من شره. فدهش أبو البركات من هذا الأمر، وقال للعجوز: سأذهب مكان ابنتك. فقالت العجوز: أو تفعل؟ قال: نعم. فتنكر في زي بنت، وحمله أهل القرية لبيت الأصنام، وهذا البيت كان موجودا في ضفة البحر، وبه كانت تقدم القرابين لذلك العفريت المزعوم. ذهب أبو البركات في زي بنت، ودخل إلى ذلك البيت متوضئا، وبدأ يتلو القرآن الكريم. وقد كان هذا الرجل رجلا صالحا حافظا للقرآن الكريم، فبدأ يتلو حسب الروايات إلى أن أطل عليه شيء لم يعرف ما هو، لكن ذلك الشيء انصرف، ولم يتعرض لأبي البركات بسوء، ولم يحصل له أي سوء في تلك الليلة. في صبيحة اليوم الموالي أتى أهل القرية كالعادة لكي يحملوا معهم ما تبقى من بقايا البنت المقتولة لكي يلقوه في البحر، فإذا بهم يتفاجؤون بوجود رجل يتلو كلاما غريبا على مسامعهم. فقالوا له: من أنت؟ فأخبرهم بقصته، فعجبوا من أمره. انتشر خبر أبي البركات في الجزيرة، وعجب الناس من أمره، ووصل خبره إلى الملك، فأمر بإحضاره للمثول بين يديه. سأله الملك عن قصته فأخبره بها، فتعجب الملك، فقال له: وكيف نجوت من العفريت؟ قال: تلوت كلام ربي فأنجاني الله منه. فوقع هذا الكلام في قلب الملك، فحاول أبو البركات أن يستغل الفرصة وعرض الإسلام على الملك، لكن الملك تردد وقال لأبي البركات: امكث معنا شهرا آخر، ثم اذهب إلى ذلك البيت مرة أخرى، فإن لم يحصل لك أي مكروه دخلت في دينك. فقبل أبو البركات الأمر، وبقي شهرا آخر، وأعاد الكرة مرة أخرى، وبات في بيت الأصنام، ولم يحصل له أي مكروه. فهنا علم الملك بأن هذا الرجل على حق، وأن دينه دين الحق، فأسلم، وأمر أهل الجزيرة جميعا أن يتبعوا دينه، فأسلم أهل الجزيرة جميعا. إذن كان أبو البركات يوسف سببا في إسلام ملك المالديف،
وكان اسمه شانورازا كما أشرنا، فأسلم على يديه وسمى نفسه محمد بن عبد الله، وبنى مسجدا في تلك القرية وسماه باسمه، وأمر أبا البركات يوسف أن يخط في لوح قصة إسلامه على يده ففعل. وقد أشار الرحالة الشهير ابن بطوطة إلى هذا اللوح لما زار جزر المالديف. لما تغلغل الإسلام في قلوب أهل القرية توجهوا إلى بيت الأصنام فدمروه وخربوا ما فيه من أصنام. هذا البيت الذي كان بيت رعب، يعني قدموا فيه فلذات أكبادهم لمدة طويلة. وانتشر خبر الإسلام في بقية الجزر فأسلمت جميعا بسبب أبي البركات يوسف. أبو البركات بقي داعية إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الجزر، فعلم أهل القرية القرآن وعلمهم الفقه، وتمذهبوا بمذهبه وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، فألفهم وألفوه وبقي معهم وتزوج منهم ومات في المالديف رحمة الله عليه. فقبره إلى يوم الناس هذا محط للزوار والسائحين، وهو موجود بالعاصمة ماليه. وبسبب أبي البركات لا يزال أهل المالديف يحبون المغاربة إلى يوم الناس هذا. وبهذا يكون أبو البركات يوسف الأمازيغي المغربي قد خلد اسمه في سجلات التاريخ، وكان خير خلف لخير سلف، كان خير خلف لأسلافه الأمازيغ الفاتحين كطارق بن زياد وعبد الله بن ياسين رحمة الله عليهم جميعا. وإلى حلقة أخرى بحول الله تعالى.